ازيكم عاملين ايه؟ ناس كتير بتشتكي ان عندها بشرتها بهتانه، عندها خطوط رفيعه، مش حاسه بنضاره بالبشره. طيب في الحاله دي من احسن السيشنز اللي ممكن اعملها للبيشنت هي جلسه الفراكشنال ليزر. ويا سلام لو انا دوت معاها البي ار بي او الميزوثيرابي. طيب ايه هو الفراكشنال ليزر؟ الفراكشنال ليزر عباره عن مايكرو نيدلينج ليزر، بيحفز البشره انها تنتج الالاستين والكولاجين بتاعها. على اللونج ران بيحسن التكستشر بتاع البشره، بيحسن من الخطوط الرفيعه، بيدي نضاره للبشره، خصوصا لو استخدمت معاه الميزوثيرابي علاجي. لو انا عندي بقعه تصبغيه، لو انا عندي خطوط رفيعه، لو انا عندي بشره بهتانه، لو انا مش حاسه بمرونه ونعومه في البشره، كل ده بيحسنها الفراكشنال ليزر. احنا كمان داخلين على فصل الشتاء، ودي من احسن الفصول في الفراكشنال ليزر، لان بعد الفراكشنال ليزر انا عندي تعليمات معينه لازم اقولها للبيشنت، انها ما تتعرضش للحراره، ما تتعرضش للشمس، ما تتعرضش للنار بتاعه البوتاجاز. وبعدين لازم تحط كريمات هيلينج معينه طول الفتره، الاسبوع او ال10 ايام بعد جلسه الفراكشنال ليزر. بشوفها بعد اسبوعين تكون كل طبقه القشره الاولانيه دي وقعت خالص، وبديها بعديها كريمات النضاره عشان افضل محافظه على جلسه الليزر اللي احنا عملناها. وطول الوقت طول ما هي بعد الجلسه ممكن بتشوف تحسن في بشرتها، بتشوف النضاره في بشرتها، بتحس ان بشرتها اختلفت تماما، ملمسها، لونها، الفاين رينكلز اللي فيها اتحسنت. ما بين الجلسه والتانيه مش اقل من شهر، بالعكس انا ممكن ازود لغايه شهرين ما بين الجلسه والتانيه، وبتدينا ريزلت هايله جدا وبتحسن جدا من كواليتي البشره. معاكم دكتوره شيماء الخولي من هيلث كير كلينيك. اي اسئله عن الفراكشنال ليزر ابعتوا لنا في الكومنت.